الصور اللي بيشوفها على الانترنت وعلى السوشيال ميديا تلاقي نفسك بتسأل هو ايه الفرق بين المودرن والمينيماليست والكلاسيك؟ يعني ايه بالظبط ريفي؟ هل ده يمشي معايا ولا لا؟ البوهيمي ده مش اوفر شوية؟ الاسكندنافي ده مش بارد قوي؟ يا عم انا دماغي لفت. فما تقلقش خالص، انا هنا النهارده عشان افكلك اللغز ده وابسط لك الدنيا وافهمك اشهر انماط التصميم الداخلي. عشان تختار النمط اللي يناسبك فكر في شخصيتك وذوقك، وايه الحاجات اللي بتحبها في حياتك، وايه الالوان اللي بتريحك، وايه الاجواء اللي بتفضلها، وهل انت شخص بسيط وعملي ولا شخص مرح ومغامر ولا شخص فخم وراقي. وشوف صور كتير وديكورات مختلفة واعمل زي مود بورد لنفسك، وحاول انك تستشير مصمم ديكور محترف لو انت تايه ومش عارف تبدأ منين. في النهاية يا جماعة اهم حاجة في الديكور انك تستمتع وانت بتصمم البيت بتاعك عشان تخلق مكان بيعبر عنك وتحبه بجد. وما تقلقش من الاخطاء، الديكور مفيش فيه صح وغلط، بس فيه ذوقك وشخصيتك. اختار الستايل اللي قلبك يرتاح له عشان بجد تستمتع ببيت احلامك.